السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، إن شاء الله تكونوا في كامل الصحة والعافية. أخواتي اليوم الوصفة تاع تتبيلة، هي تتبيلة من التتابيل اللي غادي تنفعنا في الشهر الكريم، شهر رمضان. أخواتي اليوم بغيت ندير معاكم لاصوص تاع الحريرة اللي غادي تنفعنا. هاديك ليغيم اللي غادي نطيبوهم ينفعونا بزاف في الحريرة ويسهلوا علينا تحضير الحريرة الرمضانية. كما راكم تشوفون عندي هنايا خضرة. بسم الله. أخواتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شفتوا معايا أخواتي عندي خضرة، عندي جزر، بصل، قزبر، كرافس، ثوم، الطماطم تاع الحبة. جبت غسلتهم نقيتهم كل شيء وبديت نقطع بهذه الطريقة اللي كنت تشوف فيها. لازم نحطهم في كوكوطة تكون تتبلع باش بالخف نطيبوا الخضرة تاعنا. لأنه أخواتي لو كان نطيبوا الخضرة تاعنا غير هكا بلا ما نبلعوا عليها غادي تدينا وقت بزاف وما طيبناش مليح، وأنا باغا نطحنها في هذيك الريحة اليدوية. على هذا لازم نطيبوها، لازم نفسخوها في الطيب خاص باش كي نجيو نرحوها ما تغبناش. الثوم بعد اللي رققت كاع البصل اللي عندي والجزر هذاك وحطيت الثوم. غادي ندير الطماطم على حساب الخضره اللي تكوني استعملتها. الا كنتي مزيده الخضره زيدي الطماطم باش تجيك بنينه، والا ما كنتيش مزيده الخضره ديري على حساب كل حاجه لازم تكون متوازنه الخضره. خاوتي هنا بعد اللي كملت طماطم مباشرة رحت وقطعت هذاك القزبر والكرافس وحتى هذوك الأغصان الخشان. مادام باغا تطحني بالريحة هذيك تاع اليدوية تاع الخضرة. استعملي هذوك الأغصان الخشان هذوك تاع الكرافس تاع القزبر باش يعطوك بن شابة في هذيك لاصوب تاع الحريرة. ماشي كيما تكوني باغا طحني بالبرا لازم تقلعي غير أوراق طريين. بصح ملي تكوني باغا طحني بهذيك الريحة اليدوية ما عليكش تقدري تستعملي كل الأغصان والعروق هذوك الغلاظ هما اللي فيهم البنة تاع الصح. دروك أخواتي كما راكم تشوفوا من بعد اللي كملت تقطيع كاع الخضر. اللي عندها الكورجات تزيد، اللي عندها أنا البطاطا ما نبغيش نزيد. البطاطا كي تكوني باغا ديري حريرتك تمتم تقدري ديري ديك الحبة صغيرة. بصح ما نديرش راه البطاطا من نكون باغا نحتفظ بها في المجمد. هنا أخواتي كما راكم تشوفوا درت الملح وغادي نمرّق الخضرة تاعي، ما نمرّقهاش بزاف لأن الخضرة تاني تحتوي على مياه بزاف وغادي تطلق الماء تاعها. ندير الماء لازم يكون حامي ولا طايب باش يساعدنا في الغليان بالخف تغلي معنا الكوكوطة تاعنا. خواتي كما قلت لكم الخضرة هذه غادي نطيبها في الماء والملح فقط لا غير، ما نستعمل حتى توابل. من بعد باش كي نستعملوها في الحريرة نقاوموها مع الحريرة تاعها هذا ما كان. غادي نشعل عليها النار ونغلق عليها ونطيبها ونرجع نشوفكم من بعد اللي طيب الخضرة تاعي. أخواتي هذه هي الخضرة تاعي من بعد اللي طابت. شوفوا هنايا كيفاش طيبتها ولازم تنشفيها الكمية اللي بقات فيها تاع الماء كمية قليلة بزاف. وهنا جبت هاد الطاوة اللي كنت تشوف فيها والريحة هذه اليدوية. غادي ندير الشباك هذا اللي متوسط ما نديرش الغليظ وما نديرش الرقيق هذاك كاع رقيق. ونبلاصي الحديدة هذه تاعي ونبداو نطحنوا هاد الخضرة تاعنا. هنا أخواتي كما راكم تشوفوا من بعد اللي ركبت الريحة تاعي غادي نبدا نرحي في هذيك الخضرة. هنايا كما راكم تشوفوا ما نعمرش الريحة تاعي بزاف، الريحة تاعي متوسطة ماهيش كبيرة. هادو هما الأغصان اللي قلت لكم عليهم ولا العروق هذوك تاع القزبر والكرافس. راهم طابوا معايا طابوا زبدة من بعد اللي بلعت عليهم كما راكم تشوفوا. غادي نحط ونرحي كلش هادوك الأغصان غادي يعطونا بنة ما شاء الله لاصوب تاعنا. نقعد نرحيه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة مرة مرة نهود بهذيك الملعقة حتى اللي ما طيحش الخضرة معايا وما تتشتتليش من هذيك الريحة كيما راكم تشوفوا. نجيب من وسط الملعقة الصغيرة ونضغط على هذيك الخضرة هكا هكا حتى اللي نكمل كاع الخضرة تاعي ونشوفوا كيفاش غادي نحتفظوا بها. اخواتي هنا كيما راكم تشوفوا هذه هي الخضرة تاعي من بعد اللي طحنتها وجبت هذوك البارس هذوك تاع كونجلي. البارز هذوك العاديين تاع كونجيلاسيون. هنايا هذا هو القوام تاع الخضرة تاعي ما لازمش تكون خفيفة. نعبر انا هنايا 2 ملاعق في كل ساشي. نستعمله ندير فيه 2 ملاعق. اخواتي نبدا نفتح بالساشي هنايا ونعمر نشوفوا الطريقة كيفاش غادي
أنايا نفتحو الساشي تاعنا بهاد الطريقة، ونعمّر 2 ملاعق كيما قُلت لكم بهادي تاع لاصوب، حسب الكمية تاع الحريرة تاعك، اللي عندها عايلة كبيرة تزيد شوي، واللي عندها عايلة صغيرة هذا هو العبار. بهاد الطريقة نعمّر الساشي كيما راكم تشوفوا، ونحاول نخرّج هذاك الهوا من الساشي، ونلوي هذاك ما تبقى من الساشي تاع الخضرة، نلوي بهاد الطريقة ونعقده هذا ما كان، وندير ربطة خفيفة، ونكمّل الكمية كاع بهاد الطريقة. أخواتي الكمية تاع الخضرة هاذيك أنا كانت خرجت لي 5 تاع الساشيات، 5 تاع كيما شفتوا هنايا داك الحجم اللي درته تاع 2 ملاعق في الساشي. هنايا غادي نحتفظ بهم في المجمد، لازم نفركتهم من بعد اللي يبداو شوية يبردوا باش ما يلصقوش على بعضهم، ما نتغبنش خاطر واخا كنبغي نستعمل. هنايا أخواتي كيما راكم تشوفوا هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها 2، 3، 4 ساشيات، 5. 5 ساشيات، الكمية قد ما ضاعفتي الخضرة تاعك تجيك الكمية أوفر. أخواتي هذه التتبيلة رائعة جدًا تحضيرات الشهر الكريم، كما نعرفوا مبقالهاش بزاف، تتبيلة تنفع في كل الأوقات. نعرفوا مع هاد الشتا وكلشي نحتاجوها بزاف للشوربة، للحريرة، نلقاو خضرتنا واجدة. تكون متزايدة لك خضرة من السوق أو من القضيان. قضيان تاع الأسبوع، تنفعك هاد التدبيرة، ما شاء الله. احتفظي بها أختي غادي تنفعك بزاف، سيرتو في هاد الشتا ورمضان. أخواتي إلى تدبيرة أخرى، إلى فيديو آخر، وصفة أخرى، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.